تنقول دابا غيرجعوني صافي، وهي تقول لي سيري لهيا. انا قالت لي سيري لهيا كتحب نرجع للمغرب. انا ولي دخل لداك البيرو كنرجع للبلاد ديالو. I'm ready for the interview. الحمد لله. فكنت اتمنى انهم يوافقون في الفيزا، فيزا كيطة، المهم كيطة فيزا الكترونيه. اي فيزا الكترونيه. بس الحمد لله على كل حال. ما في مشكله، يمكن تكون افضل واحسن. فانا طلعت اليوم اشتريت هذه للجواز وتصورت، بس نسيت والله ما صورت لكم فيديو، بس بوريكم الصوره كيف. هذه الصوره مرة حبيتها، بس أمي ما حبتها. ما أدري، أنا سمعت إن قالوا لازم تلبسين لون يكون كذا باين، فأنا لبست أحمر، بس ما انتبهت للشال إنه كان المفروض إنه طلع شوي زي كذا. المهم هذه الصورة. والحين إيش؟ الحين بنروح نسوي ريزرفيشن للطيارة والفندق. ايش بعد لازمني اروح المركز، ما ادري اذا لازم نقول في الفيديو لا. المهم لازمني ورقه حسن السيره والسلوك. anyway فبنظبط كل شيء اليوم. يديروا. المهم صافي تعصبت. هذا كل شيء، وبعد ما اجهز الاوراق وجهزت كل شيء بصور لكم مره ثانيه. سلام. عرفت بغيت نخرج واحد الورق والحين انا مبسوطه اني جهزت كل شيء. اتمنى اني اكون اشوف هذا الفيديو يوم احط الفيديو لكم، اكون انا في كوريا ان شاء الله باذن الله. يعني ما بحطه الحين. فجهزت البلانينج كامل، انا اللي سويته ترى، تعلمت. جهزت البلانينج كامل، وين بروح وين بجي. وهذه صورتي. جهزت الحق ما اقدر اوريكم، بس حسابي البنكي و تيكت الطيارة والفندق. هذا تيكت الطيارة والفندق. فأتمنى إن يوافقون. بس يعني والله العظيم إني ما كنت أدري حتى 1% إن كوريا بالفيزا. يعني أنا اللي كنت أعرف إن 30 يوم 3 أشهر، يعني 90 يوم تقدرين تجلسين بكوريا. الحين باقي بس أتجهز. ما أدري ليش هذه هنا، والله ما أدري، لازم أشيلها. المهم anyway بكرة ما راح تحصلونه. باقي لي الحين إني أتجهز للانترفيو، أتجهز لأني أستحي. فأبغى بس أتجهز لأن الانترفيو بيكون بالإنجليزي. فبس والله أشوفكم بكرة. So this is all. That's all. I'm ready for the interview. I'm ready. صافي ودابا انا مستعده. طب يلا سلامه. والشيء اللي بقول لكم ان لازم تكونوا حافظين كل الاماكن اللي مكتوبه بالبلاننج. اللي شفتوني سويت بلاننج، ان كل الاماكن اللي حطيتوها بالضبط في البلاننج لازم انكم تحفظونها عشان الانترفيو، وبعد اللي بالسفاره، وبعد عشان المطار بعد ما توصلون ان شاء الله باذن الله كوريا يمكن انهم يسالوكم وين رايحين ضروري اني اخذ موعد عشان الانترفيو بالسفاره. من ضمنها ان لازم تكونون حافظين الاماكن. اكيد لازم، يعني دامكم انكم تحبون كوريا فاكيد بتكونون عارفين يعني
حتى أماكن الكي دراما والأشياء زي كده. وهذا كل شيء، وأنا جهزت كل شيء، أنا مستعدة لكي أحارب عشان حلمي، عشان حلمي. الحين أنا الحمد لله صليت. هذا اللبس اللي بلبسه إن شاء الله، و أنا خايفة مرة خايفة. المهم بجهز نفسي وارجع لكم. أنا طلعت الحين وأمي رايحة معايا، إن شاء الله ما أخاف وما شوية ستريس. لا أتوتر، ما أتوتر، إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله. الواحد يمشي الساعة 9 الصباح. تفاؤل، متفائلين، رب الخير لا يأتي إلا بالخير. صح. يلا أشوفكم بعدين. نسيت فلوس الفيزا فأنا رايحة أسحب مبلغ وأرجع. الحمد لله إني جيت بدري متأخر. بدنا أنت ما جوج. إحنا جوج، هذه وقيلة تقدر تدوز هي. اللي كتسنى على برا. الحمد لله. الحمد لله. دعاء ما موقف معي. بس فين هي هذيك ديال الأوراق؟ أخذوا كل أوراق. يلا صافي. الحين نستنى نشوف ايش راح تكون النتيجة. ان شاء الله إن شاء الله خير 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 إن شاء الله. صافي. وشنو دابا قالت شحال على شحال؟ أهلا كيفكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. اليوم اتصلوا علي من السفارة، فأنا مرة متحمسة وأتمنى أن كل شيء يكون تمام زي ما أنا خططت له. أنا مرة متوترة ومتحمسة وكل شيء. anyway إن شاء الله كل شيء يكون تمام، وأنا بصور لكم بعدين لأني قاعدة أدين. استنى إن شاء الله كل شيء يكون تمام. أنا كنت متأكدة إنهم خلاص وافقوا. بوقف عشان أشرح لكم كل شيء. أسوي لكم أنا قاعدة أسوق لأن عندي شغل لازم أروح أصور. الحمد لله جهزنا كل شيء والفيزا طلعت. أنا مرة مبسوطة. anyway هذه أوراق أول شيء. إن شاء الله بجهز معاكم كل شيء. وأبغى أشكر أحلى إنسان وأجمل إنسان في الدنيا، أحلى سلمى والله. فنة شكرا لها بزاف. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة بصير أتكلم معاكم مغربي، وبحاول إني أتكلم شوي بعدين بحط لكم فيديو أشرح لكم كل شيء. بحاول أتكلم شوي عشان تفهموني، لأن معظم متابعيني من الخليج وخصوصا السعودية. يعني أنا فتحت حسابي يوم كنت في السعودية، فمعظم متابعيني يمكن 80% أو 90% من السعودية. بس أنا قررت إني أصير أتكلم مغربي، بس بتكلم مغربي شوي وبعلمكم حتى إذا ما فهمتوا شيء بشرح لكم. يعني أشوفكم بكوريا إن شاء الله. أصلا الفيديو هذا بتشوفونه وأنا بإذن الله بكوريا، يعني ما بحط الفيديو الحين. هذا كل شيء وخلص الفيديو هنا. أنا مرة أحبكم، وإن شاء الله تشوفون فيديوهات كل يوم بحط فيديو إن شاء الله. أهلين، وصلت محطة
القطار لاني رحت في القطار، وبعدين الحين بغير القطار عشان نروح مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. يلا شوفوا النظافة، شوفوا ما شاء الله. أيت سفرديلة ولا سكحلة؟ وصلنا. الحين قاعدة استنى لين تطلع الطيارة. والحين وصلنا كثير ناس. خلوني أصوركم. المطار مرة كبير. شوفوا 모든 전자기기 및 휴대전화를 일기 모드로 변경해 주십시오. 또한 라이터, 성냥 바랍니다. 불편한 사항이 있으시면 언제든지 저희 승무원에게 알려주십시오. 감사합니다. 감사합니다. All customers aboard. احنا وصلنا. بعدين اصور لكم لاني انا في حالة صدمة. هلو، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ حتى صورت درت المونتاج الفيديو كامل، عاد اكتشفت انني قلت لكم في الاخر حتى نوصل ونعاود نقول لكم. وداكشي علاش غنصور هذا الفيديو، غادي نعاود لكم شنو
شنو داز في المطار. حيت ما صورتش لكم مني هبطت من الطياره. اول حاجه خديت كتاخذوا الطياره اما كيكون فيها ترانزيت واحد، يعني كتوقفوا في شي دوله واحده، ولا كتوقفوا في جوج دول. انا خديت مع الطيران القطري، كان كيسحبني واش الطيران القطري هو زعما 4 طيارات كيكونوا قطريه، ولكن لا خديت الطيران المغربي مع الطيران المغربي ولارام سميتها يمكن. ومن بعد كنبدل في قطر، جلست في قطر 3 ساعات، ومن قطر لكوريا تقريبا 10 سوايع، ولكن كانت الطياره خاويه الحمد لله، يعني فرشت ونعست. شنو اخر؟ صراحه المطار ديال قطر كيحتاج ليه اكثر من 3 سوايع، حيت كبير بزاف، ما كليتش ما حتى شي حاجه. علاش كيحتاج ليه اكثر من 3 سوايع؟ حيت البوابه اللي عطاوني انا عطاوها لي بعيده يمكن، المهم شحال وانا كنتمشى. يعني فاش وصلت وبغيت نتاكد اول حاجه، حيت ملي كتوصلوا ضروري تاكدوا اول حاجه من البوابه اللي نتوما غادي تركبوا منها ترانزيت. وديك الساعات عاد بغيتو تمشيو تاكلوا ولا ديروا شي حاجه ولا ديروا شوبينغ ولا شي حاجه ولا شوفينغ. فانا ملي وصلت اصلا ما كانش بقى بزاف الوقت. ملي مشيت باش ناكل كان عندي بطاقه ديال كارت كيشي ما خدمتش ليا، ما عرفتش علاش. انا عندي نورمالمون كنشري بها من الانترنت، يعني انترناسيونال، ما خدمتش ليا ما عرفتش علاش. ملي كان عندي الدولار، ملي جيت باش نعطيها الدولار قالت لي غادي نرجع لك صرف قطري. انا شنو غادي ندير بالصرف القطري؟ قلت لها لا، يعني شنو كان فيا المد الجوع، يعني ما كليتش، هذه اول حاجه. وانا اصلا كنهضر معاها تحلات البوابه، يعني صافي مشى عليا الحال، دغيا مشى عليا الحال. هادشي علاش ما كفاتنيش كاع 3 سوايع. و كنت لابسه في الاول بزاف حيت كوريا فيها البرد، مي الداخل في المطار كاين الصهد، يعني اضطريت انني نعاود ندخل لواحد البلاصه ونبدل. مني دخلنا للباص اللي كيوصل للطياره كان البرد عاوتاني، يعني مرضت. حاولت كل شويه نبقى ناخذ الدواء، وفي الطياره قلت لهم عطاوني عاوتاني دوليبران، وخديت رينوميسين، المغاربه عارفين رينوميسين، خديت دوليبران ودولامين رينوميسين، عاوتاني خديت دوليبران واحد اخر. حيت بديت كنحس انني بدا كيمشي ليا الذوق، وانا جايه لكوريا باغا نذوق ستريت فود ديالهم، يمكن جايه كذا. وليت اللي في الطياره كيدوز من حدايا كيقول لي شنو بغيتي تشربي، تنبقى نشوف تنقول لهم عافاك، حيت ما خصنيش ناخذ شي حاجه بارده. المهم anyway فرشت نعست. ملي وصلت كنت خايفه بزاف، حيت سمعت انهم كيوقفوا في المطار. anyway كنت كندير بحال هكا تنقول دابا غيرجعوني صافي دابا. المهم ملي وصلت لقيت اغلبيتهم ما كيهضروش بالونجلي، يعني لونجلي نساو. فاش دخلت بقيت نتبع الناس، كانوا كلشي كوري، اغلبيتهم كوريين. يعني انا مشيت نيشان معاهم، بانوا ليا كيحطوا الجواز ديالهم الباسبور في واحد البلاصه. حتى انا حطيت الباسبور ديالي باش ندخل، ما خلاونيش. عرفتي وانا وليت حمراء حيت الناس مورايا وكيتسناوني، انا وليت حمراء وما عارفاش وكلشي بالكوريه. بقيت دايره بحال هكا وانا نرجع للور. رجعت مشيت عند وحده درت لها الباسبور ديالي وهي تقول ما هضرتش، درت لها الباسبور بحال هكا وهي تقول لي فورينر، يعني فورينر شنو فورينر يعني اجنبيه. قلت لها يس وهي تقول لي سيري لها. انا قالت لي سيري لها كتحبني غير نرجع للمغرب حيت صافي تنقول غير رجعوني.
المهم anyway فاش مشيت صافي بقيت واقفه. بانوا لي الناس حتى هما فورينرز اجنبيين اللي قدامي، كل كتعيط لهم واحده اخرى كتقول لهم سيروا لواحد البيرو باش غيسولوهم اسئله. وانا ديجا سمعت في واحد الفيديوهات انه اللي دخل لذاك البيرو كيرجع للبلاد ديالو. فانا قلت انني صافي هادو كاملين دخلوا البيرو، اذا انا ندخل البيرو. انا شنو دايره زعما لابسه مزيان، قاديت الملف ديالي، راكم شفتوا ما وريتكمش الملف ديالي، نسيت ام سوري ما وريتكمش الملف. المهم قاديت نفس الملف اللي قاديت في الاول باش ندفع في السفاره، نفسه قاديت، غير هو ديت فيه الورقه ديال اللوطيل، الورقه ديال كاينه واحد الورقه كتخرجوها ديال انكم دايرين تيست فاكسين. المهم قاديت الملف كامل وانا شاده الملف ولابسه زوين داكشي وواقفه دايره بحال هكا. مع وقفت عندها قالت لي باسبور، دهشرت عطيتها الباسبور بحال هكا، جبت الملف درت لها بحال هكا وهي تقول لي منين جايه؟ قلت لها موروكو. قالت لي هبطتي في قطر؟ قلت لها في قطر. قالت لي شحال تجلسي؟ قلت لها شحال نجلس. نورمالمون كيسولوك بزاف الاسئله، كيسولوك فين غتجلسي اولا مع من غتجلسي، واش حاجه ضروريه واش حاجه. الحمد لله ما سولتني غير فين ماشي فين غتجلسي، شحال تجلسي، واش تجلسي في اوتيل. ما سولتنيش شنو السميه ولا عطاني الوراق واش تجلسي في اوتيل. قلت لها يس. درت بحال هكا باسبور بحال هكا. انا سندير فاهم وهي تلاقى طبعت لي قالت لي ويلكم. درت في اماكن قلت لها بس ذاتس اول. درت فيه بحال وقلت لها 500 درهم. هربت ما بقيتش عارفه، كتبان لي الضبابه ما عارفه لي من اليسار. فاش خرجت عاوتاني مشيت مع الناس، شفتهم غاديين، انا الناس اللي كانوا معايا شفتهم غاديين مشيت معاهم. بقيت واقفه كنساين البلاصه ديال الباكاج. صافي وانا سمع واحد بحال الصافره ديال الانذار سمعتها، يعني تسالى الباكاج. انا كندير بحال هكا، سولت واحد المره قالت لي سيري ليه. مشيت هي شنو سحب ليها قلت لها بغيت نخرج. مشيت ليها عاوتاني وقفت وبقيت كنساي. شاف فيا واحد الراجل ما تيهضرش بالانجلي، دار لي بحال عطيتو عاوتاني درت ليه الباسبور ديالي بحال وبقى قال لي اجي تبعيني. بقيت تابع عاد وانا نمشي للباكاج. ملي مشيت للباكاج عاوتاني لقيت الناس هزوا الباكاج ديالهم وانا ما كاينش الباكاج ديالي، وانا نقول صافي بقى الباكاج ديالي في قطر. المشكله انني راه انا مسافره، انا كنسافر بزاف، ولكن راه هذه اول مره غيطرى لي هادشي. ملي كتكون باغي واحد الحاجه كتقول صافي كتولي مكلخ. عرفتوا بحال ملي كتجربوا الحب، ملي كتكونوا كتبغيو شي واحد كتوليو مكلخين، كتحسوا براسكم باليدين بحال هكا. المهم anyway خرجت، خديت الباكاج ديالي، خرجت صافي شي كلشي، وخديت الطاكسي اللوطيل كان بعيد شويه. الطاكسي تقام عليا تقريبا بشي 200 درهم، 250 درهم. ذاتس اول. وهذاك هو الفيديو اللي شفتو في الاخر وصافي. وغنحاول ان شاء الله نبقى نصور لكم. انا باقي ما درت شي حاجه دابا هنايا في كوريا باش نصور لكم فيديوهات، وتخربقت الصراحه مع انا خصني نمونتي الفيديوهات اللي ما حطيتهمش في المغرب المهم anyway ان شاء الله غنبدا نصور لكم. وإلا شفتوا هذا الفيديو كامل كتبوا لي لتحت شنو البلايص اللي بغيتوني نزورهم وشنو الحاجات اللي بغيتوني، مثلا شي ماكله بغيتوني نذوقها ونعطيكم ردة الفعل ديالي وصافي.